قناتي وقناتكم اخر ما كاين قصص من الواقع. السلام عليكم يا حبيباتي ولياتي واللي بياخذ شي معهم كلماتي. هنا اليوم جيتكم بقصه جديده، قصه يا البنات. شوف، الوحده فينا في هذا الزمان تعتمد على نفسها، واخا يكون عندها غير صنعه في يديها وتحتفظ بها، ماشي بالضبط. شوف، بلا ما نحرق لكم المراحل فضلا وليس امرا، ما تنساوش من التعليقات ديالكم الزوين ديال ما كتشجعوني بها، ما تنساوش من الانتقادات ديالكم ديال ما كتستافدوا منها. شكرا لكم على متابعه القصه من الاول حتى الاخير. بارطاجيو القناه مع اصحابكم وحبابكم والناس اللي عزاز عليكم وحتى الناس اللي ما عزاز عليكم، صحابكم احبابكم عديانكم. المهم بارطاجيو القناه باش نستمتعوا جميع بالحكي ديال القصص ونتصنتوا القصص، وكل واحد يقول الراي ديالو، حيت يقدر انا نكون غلطه وواحد اخر يكون عنده راي اخر، حيت كل واحد الراي ديالو، وانا كنحترم جميع الاراء. لذا فضلا منكم وليس امرا ما تبخلوش عليا. ويلا هو باش نحرق لكم مراحل ديال القصه. يلا معكم دعاء، جيت نعاود لكم قصتي وتجربتي في الحياه. حتى انا ما ربنا شي بنت تكون يلاه بدات ولا وقع ليها بحالي، حيت فعلا الحياه هي مجرد قصص تتكرر، وانا هذا الشيء سمعته وما تصنتش ليه وما ديتهاش فيه، ومازال انا من النوع اللي كيسمع القصص، حيت انا اختكم كنت خدامه في سيبير. انا نعاود لكم قصتي. انا واحد البنت اللي ترعرعت وكبرت في واحد العائله اللي متوسطه الدخل. الاب ديالي كان ما عندوش وما خصوش، ولكن عمر ما خصنا من حتى حاجه، واكلين شاربين الحمد لله ما خصتنا حتى حاجه. تنهار تزوجت تعرفت على واحد ولد الناس اللي كان واحد الانسان اللي قاري وواعي، وزعما واحد الانسان اللي مثقف، حيت ملي كنقولوا القرايه القرايه والوعي راه ماشي لاصقين مع بعضياتهم، ولا القرايه هي الوعي. لا، شحال من واحد قاري وما واعيش، وشحال من واحد واعي وما قاريش ومثقف من الفوق. ايوا انا قلت تزوجت براجل قاري وواعي، زعما جمعتهم فيه كاملين. وكنت انا فاش كنت في دارنا قبل ما نتزوج كنت واحد الانسان اللي ما كملتش قرايتي، قريت واحد القرايه اللي على قدي تقريبا. كنت قد ديك اللغه العربيه، الفرنسي كنعرف نقرا فيها الحروف فقط. راه عرفتو كان في المغرب القرايه ديال اللغه كيدايره عندنا ملي كنبداو في الابتدائي وفي الاعدادي حتى كنطلعوا للثانوي عاد كنوحلوا. انا هكاك اللي وصل اللي وقع ليا ملي طلعت للثانوي وحلت في اللغه ولقيت كلشي كنقراوه بالفرنسي تقريبا، وانا نجلس ما كملتش قرايتي. قريت حتى السيزيام وما كملتش قرايتي. ايوا مشيت كنبريكولي، مره نخدم في سيبير، مره نخدم في مكتبه، مره نخدم في شي محل ديال الحوايج. كل مره وكيفاش كندير داك لارجون دو بوش ديالي، حيت الوالد ديالي من داك النوع اللي ما بزاش علينا لا نخدمو، ما بزاش علينا نجلسو في الدار. قراي الا بغيتي تقراي غيهزك من كتبك من حوايجك من كلشي، ما بغيتيش انت اللي عارفه. با كان واحد الانسان اللي واعي واخا ما قاريش وكيشجعني على القرايه، ولكن اختكم ما بغيتش. كاينين خواتاتي قاريين، كاينين خوتي قاريين، انا تقريبا خرجت من الجنب ما بغيتش نكمل. جاتني القرايه صعيبه وجاتني بحال ما ضيع علي الوقت. هكا كنت كنقول، وكان عندي داك الحلم انني نتزوج ندير وليداتي. الصراحه ملي تزوجوا خواتاتي الكبار كنت كنشوفهم ونشوف وليداتهم، حتى انا كنت كنحلم ندير انا دويرتي ونتزوج ونتستت في داري. ما كانش تيهمني داك الخروج والدخول وهذا، لا. ايوا اختكم ملي تعرفت على هذا السيد هذا، الشرط الاول اللي شرط عليا، حيت عرفتو غير في السيبير كما قلت لكم، كنت خدامه في واحد السيبير. ديك الساعات كانوا السيبيرات كيجيو الناس كيديروا فوتوكوبيات، كيخرجوا هذا الشيء ديال اليو اس بي، كنعمروا لهم اليو اس بي بالافلام بالرسومات بحال هكا. ديك الساعات مازال ما كانش الانترنت متوفر كاع للناس. كنا كنسجلوا سيديات، كنخرجوا افلام للناس بحال هذا الشيء اللي كنا كنديروا. كندير فوتوكوبيات للافلام كنبيعوهم ديك 2 دراهم 3 دراهم. كنت كندور الصريف وكنت لابسه حوايجي مزيان، دايره خويتم في يدي ديال الذهب، سلسله ديال الذهب. المهم ما كان خاصني حتى شي خير ملي كنت في دار با بهذا المعنى هذا. ايوا تعرفت على هذا السيد هذا، والشرط الاول ديالو والشرط ديالو معايا انني ما نخدمش. حتى انا جاتني من الجنه والناس، قلت ليه واخا انا موافقه. قال لي انا ما بغيتش المراه اللي خدامه، انا بغيت المراه اللي تجلس في الدار، نجي نلقى ماكلتي نلقى حوايجي نلقى داري نقيه. قلت ليه انا مرحبا. ايوا جا لدارنا رحبوا به، دار اللازم، كبر بيا، تزوجنا. ملي تزوجت بهذا السيد هذا كنتفاجئ بانه كيقاد ورقته باش يمشي للديار الاوروبيه، ولا نقولوا ديال المهجر، ماشي ديار اوروبيه، هي نقولوا غيمشي لبرا بهذا المعنى.
وفرحت ما نكذبش عليكم، حيت بنات خوالي بنات العائله الاغلبيه ديالهم مشاو لبرا وكيمشيو للخارج، اللي مشات لفرنسا، اللي مشات للطاليان، اللي مشات للسويد. وانا الصراحه كنت حتى ما كرهتش، ولكن ما جابش الله. ملي جاب الله هذا السيد هذا كامل من مجاميع، السيد قاري واعي كما قلنا، قلت مالو. وانا نتصدم النهار علاش تزوجنا وقال لي تقدي الباسبور، راه انا كنوجد ورقاتي باش نهاجر. وفرحت ما نكذبش عليكم، واحد الفرحه، قلت انا اللي طلع لي الزهر والميمون، انا المباركه هاني. عرفتي ملي قلتها لماما وقلتها ونشرتها في العائله وكل شيء كيتعجب فيا، وهانتي اختي كنتي كتقولي ما كرهتيش الخارج، وكنا كنقولوا وها هي فلانه، ها هي دعاء تزوجات، وها هو الخارج اللي كتحلم به مشى ليها وصدقتي يا اختي. كلشي هادشي كيقولوا لي وفرحانه وما نكذبش عليكم، واخا ضربتني واحد العين تمرضتني، ولكن معليش مشينا لبرا يا خوتي. قد لي الوريقات السيد كان قبل انا ما كنتش عارفه، كان مشى دار زعما قد المسائل ديالو فين غيمشي يخدم، قد الامور ديالو. المهم خلاني نقول لكم واحد 6 شهور مشات، شد الدار اللي غيسكن فيه اللي غنسكنوا فيها، زدت راسو في الخدمه ديالو اللي غيخدم فيها، قد المسائل ديالو كلشي، عاد جا رجع داني. ايوا ملي داني اخوتي حطني في الدار، حطني في الدار وانا فرحانه في دوك العام الاول العام الثاني فرحانه وما قداتني فرحه. تقريبا نقول لكم دوزت 3 سنين في ديك الدوله حد غادي نجي نهبط للمغرب. ديك 3 سنين تزاد عندي وليد جبتو معايا، فرحوا بيا دارنا، داروا لي السبوع وانا فرحانه وطايره بالفرحه بانني مزوجه زواج زعما مهنيه فيه، والده وليدي، ما خصني حتى شي خير، راجلي لاباس عليه ميسور، ما خصو حتى شي حاجه، ما خصني من حتى حاجه. ملي كنقول لكم ما خصني من حتى حاجه، واكله لابسه جالسه في داري. وهاد 3 سنين هادي ما كنخرج ما كندرج، الا بغيت نتقدى شي حاجه للدار كيخصني نتسنى حتى يجي من الخدمه، الا خصاتني غير الخميره غنجلس داك النهار بلا خبز تيجي، الا خصاتني شي حاجه للدري خصو يجيبها هو، كيجيب لي داكشي بحال الا قلتو بالستوك، مثلا لي كوش بالستوك، الا جيت بالستوك، الحليب بالستوك، باش ما نقلبش نخرج نقلب نجيبو. وانا تما فين ساكنه ما بعيدش عليا السوبر مارشيات، ما بعيدينش عليا المولات، ساكنه في سونترفيل فيه كلشي، ولكن ما كنخرج، ما عارفاش حتى نخرج وما عنديش اللغه. ايوا صافي جيت للمغرب كما قلت لكم، داروا لي دارنا السبوع تهلاو فيا، واخا وليدي كبر ولكن عاود السبوع تهلاو فيا. المهم الامور كما يجب، مشيت لدارهم حتى هو عند عائلته، واخا عائلته ما حملوني ما قبلوني، قالوا لي كسيدي ولدهم النهار تزوجت بيه ما بقاش تيسول فيهم، زعما ما كيصيفطش لهم الفلوس. انا داكشي ماشي شغلي، بينهم انا براسي ما كيعطيني حتى درهم ياكو. ملي بغيت نجي لدارنا ما جاب ليه حتى شكلاطه من ديك الدوله، الشكلاطه هي الاخرى ما جبناها، جينا حتى المغرب. اش دار ديك التقديه ديال المغرب. ملي بينا نمشيو لدارنا شرا 5 دقيق، 5 يطرو ديال الزيت، كارطونه ديال السكر، مشى للكرو الدلو بيالع دز الشعريه، ديك التقديه ديال الشهر بحال هكاك اللي تقدى لدارنا. ما دا ليهم من هذه الدوله، راه قلت لكم الشكلاطه هي الاخرى ما داهاش. ادى 4 دجاجات، واحد 4 كيلو ديال اللحم. انا فرحانه جاي مقدي لدارنا، ماشي مشكل، عندي يدي من برا ولا يدي من الداخل، انا شغلو هذاك. المهم كبر بيا حتى دارنا ما قالوا والو، ما ديتش لي كادوات لعائلتي، ما ديت لهم حتى حاجه، خواتاتي ما ديت لهم حتى حاجه. واحد اختي ساكنه غير في طنجه، ملي كتهبط ما كتخلي ما كتجيب لينا، ومني انا اللي كاينه برا كدير بحسابي، تجيب لي التوابات، تجيب لي الحوايج لولدي. دارت لي شاكوش في دارنا، ملي جيت لقيتو اللي جابت لهم كتجيب لي حقي. هاد اختي هذه هي اللي بعيده على دارنا، راه قلت لكم الا جات كتجيب لهم لي كادو، انا ما جبت لهم حتى حاجه، ولكن كنقول معليش ماشي بالضروره، ومن بعد كنقول من بعد كاع الا سهل الله مازال نجيب لهم. المهم دازت العطله ديالي وداكشي، رجعت للبلاد اللي كنا فيها انا وراجلي. هنا غتبدل حياتي، وليت جاني الملل في الدار. السيد وليت اش غنقول لكم، كنحس براسي ملي كنهضر مع خواتاتي ولا هو عنده صحابو هنايا كيخرج معاهم، كيديروا مناسبات كيعيطوا عليا، انا ما كيدينيش، كيمشي بوحدو، هو كيعرض على صحابو يجي ونطيب ليهم وكل شيء. انا لا، انا ما نمشيش عند عيالاتهم، لدرجه انني واحد النهار مشينا انا وياه نتقداو داكشي اللي خاص ديال الدار، حيت ضروري كيديني باش نتقدى داكشي اللي خاصني للدار. مشيت كنتقداو وحنا نتلاقاو مع واحد صاحبو. ملي تلاقينا مع صاحبو، داك صاحبو جرو وجاي مع مرتو حتى هو، جرو للجنب وقفوا هو وياه كيتجمعوا، طولوا في الجموع، وجات عندي مرتو
انا كنت واقفه وشاده الشاري وشاده لابوسيت ديال ولدي واقفه كنتسناه باش يسالي الهضره. انا نقول لكم راه كيهضر بساعه وساعتين وثلاثه السوايع وانا كنسمعو كركر ديال الضحك مع صاحبو. شويه دارت لي واحد السيده انا ما عرفتهاش في الاول، تما فين عرفتني بانها مرت صاحبو باقا في اللاج ديالي، وجات عندي حتى هي جاره بنيتها في البوسيت وجاره الشاريو ديالها وجايه عندي. السلام واش انت مرت فلان؟ ايه. قالت لي راه كيجي عندنا فاش كان قبل ما يتزوج وكيجي عندنا في المناسبات، علاش ما كتجيش معاه؟ راه كنعرضوا عليه ما كيجيبش، كيقول لنا ما بغيتيش تجي. وانا نسكت، ما لقيت ما نقول ليها لا بغيت نجي انا ما فراسيش ونصدق مكذبه. سكت. قلت لها واش غنديروا مع الظروف والدراري؟ قالت لي لا جي مرحبا بك، راه حنايا هنايا دايرين مع العائله، الغربه صعيبه تجلسي بوحدك. المهم تجمع معايا قالت لي علاش بقى يجي عندي ولا نجي عندك انا، ما كاين حتى مشكل. قالت لي انا راه عندي الطوموبيل كنسوق الا بغيتي نديك لشي بلاصه ماشي بالضروره هو يجي. قالت لي انا راه اليوم راه غير خارجين انا وياه تغدينا برا. قلت لي ما انا اللي كنجي الا بغيت تقدي نديها. ايوا صافي هادشي اللي دار بيناتنا. هو غير شافني كتهضر معايا بالجرا تفرق مع صاحبو قال لي سير صافي راه المدام راه تكون قنطات عيات بوحدها. ملي دار لقاني معاها ما حملني ما قبلني، جا كينقر عليا اش بغيتي تهضري معاها يعلم الله اش قالت لي. قلت اش قالت لي؟ ما قالت لي والو. تما رديت البال بان السيد ما بغانيش نتعرف على العيالات، ما بغانيش نتعرف على الناس، ما بغانيش نعرف حتى حاجه. رديت له البال من داك النهار حتى فاش مشينا للمغرب راه ممنوع انني نخرج ولا ندور ولا نمشي مع خواتاتي، خصني قال لك نكون معاك. صافي وليت انا نرد البال للسيد انه بغى انني هو الوحيد اللي يحكم فيا ويقول داكشي اللي بغيت ندير. المهم مع المده لقيت راسي بان السيد بغى يسيرني كما بغى هو على هو ديك الشخصيه اللي كانت عندي. انا قلت لكم كنت في دارنا خدامه هازه راسي ما خصني حتى شي خير. لغى ليا شخصيتي كليا وانا ما ديت ما جبت. ما خلانيش نتعلم حتى حاجه، ما خلاني نعرف حتى حاجه. ملي كنقول لي راه بغيت نتعلم اللغه راه ولدي غيبدا يكبر خصني نبدا، كيقول لي لا غير خليه هضري معاه العربيه في الدار، اللغه غيتعلمها في المدرسه. غير شفت راسي انه بغى يلغي ليا الشخصيه ديالي كلها. بديت كنتمرد كنقول ليه لا انا بغيت نخرج، كيقول لي هذا الشيء ما درتوش معاك النهار الاول قلت لك لا الخروج لا. كنقول ليه لا راه الظروف تبدلات، راه دابا عندي الدري ولا كنتي انت في الخدمه ومرض ليا الدري. كيقول لي لا مرض الدري صوني عليا انا غنجي نديه انت ماشي شغلك تا 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 تا. غير شافني هكاك ويقول لي حيدي لا بيلول عاودي تحملي. هو اللي كيفرض عليا انت غنحمل امتى لا. فعلا حيدت لا بيلول حملت عاوتاني ولدت عاوتاني الولد الثاني. مازال ما كبر ليا الولد ما كيبغيش يخليني نهز الراس. انا راه معاه البال من ديك المره فاش جينا من المغرب ودوزنا عاوتاني. راه كنقول لكم راه 3 سنين عاد هبط وعاوتاني راه ملي رجعت من المغرب راه في ديك 3 سنين الاخرى راه زدت عاوتاني 2 ولاد ولاو عندي 3 د الدراري. راه قلت لكم مازال ما هزيت الراس من الولد الثاني. قال لي عاوتاني زيدي تحملي باش نتلاها في الدراري وكيخليهم ليا بالنهار كامل. وملي كيمرضوا كنعزل عليه البيت كيقول لك ما تنعسيش معايا في البيت الناس، سيري نعسي في البيت مع الدراري ما يصدعونيش انا خدام. انت ما كديري قال لك كيقول لي انت ما كديري والو جالسه في الدار، انت ماشي مشكله سهرتي، انت ماشي مشكله سهروك. كنصدق مقابله دوك الدراري 3 تبارك الله متابعين بحال التوام. هذا يخسر ليك واش هذا يبكي هذا مريض ونقابلهم ونسهر معاهم. وهو قال لك لا ما خصناش نصدعوه، ما خصناش نخسروا ليه المراد ديالو. الماكله ديالو تياكل في البيت ديالو اللي حط فيه المكتب ديالو، ما خصناش نصدعوه ما خصناش نبرزطوه. لقيت راسي هاد السيد هذا نرجسي بواحد الطريقه في شكل ما بغانيش نهز الراس، ما بغانيش نعتمد على راسي، ما بغانيش نعتمد، بغاني ديما نعتمد غير عليه هو. ما عرفت علاش. واش هذا هو النرجسي اللي كنسمع به ولا غير حيت علاش انا كنقول كنسمع بالنرجسي بانه ما كيتهلاش في المراه. لا انا راجلي كيتهلا فيا باش ما نكذبش. الحوايج يشري ليا الماكله لعلك ترضى تيتقدى برجليه وبيديه. ولادو مهلي فيهم الالعاب. وما نخرجش انا ناكلو انا وياه برا داكشي ما كاين. يخرجني بالطوموبيل دورني ما نهبطش من الطوموبيل ويجيب الماكله يقول لك طيبي لينا في الدار. انا الماكله ديال الزنقه ما عندي ما ندير بها، انا الماكله ديال هاد الناس ما طيقش فيها. المهم هذا هو التعامل ديالو معايا. لقيته السيد بيديرني تحت ماشي تحت يدي تحت رجليه. ما نعتمد على حد من غيره، ما نعرف حتى حاجه. صافي بداو وليداتي كيكبروا بداو تيمشيو للمدرسه. دار لهم ترونسبور باش انا ما نخرج ما ندرج. تصوروا كنوقف مورا الجاج تنشوف فيهم حتى كيديهم ترونسبور. ملي يجيبهم ترونسبور عاوتاني يهبطوا يجيو عندي. كاينه شي حاجه في المدرسه كيصيفطوا ليا
دابا ملي كيصيفطوا ليا خصني انا عندهم هنا قانون في الدوله هذه، الام هي الاولى اللي خصها تحكم في ولادها ولا شنو خص يدار، يسولوها هي اش كيدير لهم. هو كيقول لهم مرتي ما قارياش، مرتي ما كتفهمش اللغه، مرتي ما كتعرفش، كيصدق هو اللي مكلف، هو اللي كيهضر بلاصتي. وكيكونوا شي مواقف اللي خصني انا نحضر ولكن كنحضر ما كنهضرش، كيقول لهم ما كتعرفش، كيهضر بلاصتي. وبديت اخوتي ما كيعجبنيش الحال، حتى النهار اللي داك صاحبو اللي قلت لكم تلاقينا معاه في المول هو ومرتو كينتقلوا للمدينه بالضبط فاش كاينين حنا حدا دارنا قرابين لينا. ملي انتقلوا انا ما فراسيش واش انتقلوا، هو عارف حيت كيمشي عندهم كما قلت لكم ملي كيعيطوا عليه هكا في الويكاند، كيعيط عليه صاحبو ولا هذا، ولا كيمشيو يتفرجوا في شي ماتش كيمشيو عندهم، ولا هما كيجيو عندنا داك صاحبو اما مرتو لا. حتى لواحد النهار اللي تيجي مالين لا بوبيل كيديو الزبل، حتى كنوقف انا مراجج كنتسنى وليداتي باش يديهم طونسبور، حتى كتبان ليا مراه لابسه الحجاب، حيت الدوله اللي ساكنه فيها ما كفيهاش العرب نهائيا، قليلين فاش كتلاقى مع شي وحده عربيه قليله، وتتكون يا اما تونسيه يا اما جزائريه يا اما شي دوله اخرى. المغربيات ما كاينينش. حتى كتبان ليا وحده، وهاد السيده هذه ماشي مغربيه، هاد مرت هاد صاحبو ماشي مغربيه، حتى كتبان ليا السيده لابسه الدره في راسها، جره سميتو ديال لابوبيل، داك البركاسه ديال لابوبيل جراها باش تحطها في راس الشارع. حتى كتبان ليا هو، وملي دارت هكا بنت ليها في الجوج وهي تشير ليا بيديها وجات عندي. مشيت عندي حشمت نحليها واش ما نحليها، وحليت غير داك الباب عندي فيه الكرياج، حليته كنهضر معاها، قلت لها ما خفت لي يخرج ليا الدري الصغير وهذا، انا اللي انا خفت منه هو. صافي بدات كتهضر معايا، قالت لي انا راه قريبه ليك هنايا، الا بغيتي شي حاجه ولا بغيتي نجيب لك شي حاجه، قالت لي جي عندي نشربوا قهوه ولا نهضر نيشان. قلت لها ودي راجلي راه ما كيبغيش، قالت لي ما كيبغيش، ما يمكنش، هو اللي كيقول لي انت ما كتبغيش. قلت لها لا، قالت لي قالت لي انا راه عرفتو كي داير، قالت لي شتي البشير، انا النهار الاول قلت هذا راجلي، قلت لي هذا المراه ديالو باينه فيها الله يعمرها دار وباينه فيها باغا الناس، هو اللي ما باغيش. قلت لها وانت اختي انت عرفتيه قبل مني. ايوا صافي، هذا الراجل هذا راه دوزت معاه اكثر من 7 سنين وانا في هذه الحاله. صافي اش ولات كدير مرت هذا السيد هذا؟ غير كتعرف حيت هي راجلها هي وراجلي خدامين في بلاصه وحده، غير كتعرف راجلها مشى للخدمه كتصل به فين كاين، كيقول لي راه حنا مشينا للخدمه انا والبشير يلاه جالسين راه خدامين، كتهز راسها وتجي عندي كتدق عليا. في الاول قلت لها ودي راه خفت من المشاكل، تقول لي غير حلي راه ما كاينش، ما غيسيق حتى واحد الخبر، ولادك كاينين في المدرسه اللي كيهضروا عندي، الدري صغير ما كيهضرش. كتدخل عندي تجي تتجمع معايا، تجمعي راسك، راه هنايا هذه الدوله هذه خصك تكوني كابابل، وخصي هذه. قلت لها راه ما كنعرفش، قالت لي اللغه تعلميها. قلت لها باش غنتعلمها ما كنعرفش. قلت لي شوفي غنخدم لك واحد السيت في الطابليت دي، حيت ولدي الكبير دار لي طابليت، اما راه التليفون انا عندي باش كنهضر في المغرب مع عائلتي صافي، ما عندي التلفازه عاديه، ما داكشي ديال البيسي وهذا ما عندناش، ما خصنيش نقيسو ديالو. نض الطابليت ديال ولدي خدمت لي فيه واحد السيت، وقالت لي هانتي الطابليت، قالت لي غتخدمي فيه هذا السيت هذا تعلمي فيه اللغه اونلاين. قالت لي راه هنا كيعلموا، قالت لي غنسجلك انا في واحد، قالت لي في واحد سونتر، قالت لي هنايا غنسجلك، عندك الحق تسجلي تقراي اونلاين ولا تمشي عندهم. قالت لي الا كتمشي عندهم راه هما غيخلصوك، الا جلستي في الدار غيخلصوك غير النص. قلت لها يوك لا غيسيق لي الخبر. قالت لي شوفي ما غيعرف والو، انا غنتكلف بك. قالت لي شوفي انا غنعطيك الكونت ديالي، غندخلو لك بسميتك. قالت لي هما غيدخلوا لك الفلوس الكونت ديالك. قلت لها صافي الله يرحم والديك. وانا نمشي هضرت مع اختي، ديك اختي اللي قلت لكم شاط كتمشي لطنجه، سهل عليها الله، داز راجلها حرق لاسبانيا، ومن تما دوزهم هي وولادها، مشات سكنات في اسبانيا، وهي كتقولها لي، كتقول لي خصك تعتمدي على راسك، هنايا العيالات كيعتمدوا على راسهم، خصك وقلت لها، قالت لي خلي المراه توريك اش ديري، قالت لي انت اللي كنتي فينا قافزه وسميتو صدقتي، قالت لي انت اللي بوجديه. ايوا صافي فعلا السيده اش دارت لي السيت، داك السيت ديال اللغه في داك الطابليت، غير كيخرج كنجبد الطابليت ديال ولدي، كنعس ولدي الصغير، كنجبد كنقرا اونلاين، وكيبقاو يخلصوا لي واحد المبلغ اللي لا باس به، النص ديالو كيدخل ليا الكونت ديال ديك السيده بسميتي انا كيدخل داك الكونت، عطيتهم الكونت ديال انا دابا بسميتي، عطيتهم الكونت ديال ديك السيده، كيدخلوا الفلوس باش راجلي ما يسيقش الخبار. بديت كنقرا زعمت، وليت كنعرف اللغه، السيد كنسمعو ملي كيهضر باللغه، حيت اللغه ديالهم واش صعيبه شويه هنايا،
ما دايرش بحال الفرنسي وما دايرش بحال الانجلي، واحد اللغه شويه مبدله. المهم ما بغيتش نقول بالضبط البلاد، المهم اللغه شويه مبدله. ايوا بديت كنتعلم اللغه، وليت كنهضر مع وليداتي في الدار وهو ما كيسيقش ليا الهضره باش نعرف نكومينيكي مع وليداتي، باش نعرف الحوار. وليت كنهضر مع وليداتي، وليت كنتفاهم معاهم. ملي لقيت راسي كنتفاهم مع وليداتي بديك اللغه، حيت ولادي ولاو كيعرفوها في المدرسه، وليت شويه كنحس بشويه بالثقه في النفس. وليت شويه وما كنبينش ليه، حيت راجلي كما قلت لكم الا عرف خفت ليه يهزني ويردني للمغرب انا وولادي، بقى يصيفط ليا، حيت شحال مره كيقول لي انا هاد البلاد الا طلعت ليا في راسي صعيبه الحياه هنايا وغاليه الحياه هنا، كنخاف ليه يهزني ويحطني في المغرب ويبقى يصيفط ليا. انا ديك العيشه ما بغيتش نعيشها، ولادي ما بغيتهمش يتفرقوا مع باهم، حيت كما كنقول لكم كنرجع عاوتاني ونقول لكم بين قوسين السيد مهلي فيا. ما كيخسرش ليا الهضره، غير وكان داك التحكم بزاف قهرني به. وانا قلت واخا نمشي على هواه. صافي بقينا هكاك شويه، بديت كنزعم السيده كتجي عندي للدار بالتخبيه، كتقرا معايا، كتعلمني شحال من حاجه ما كنتش كنعرفها. حتى في الطياب ما كنتش كنعرف الطياب، هي اللي وراتني شي حوايج. هو الماكله ديالنا المغربيه ماشي بحال ديالهم، ولكن تعلمت الاساسيات ديال الطبخ من عندها، تتعلمني. وهي تبارك الله اش كدير في الدار، دايره ديكلارات. كانت في الاول قالت لي كنت كنخدم في النوار، كندير الاكلات للناس الشباب اللي قالت لي كاينين هنايا زوافريه، قالت لي راه كاينين هنا مغاربه، كاينين عرب، قالت لي ساكنين بوحدهم كيبغيو لي طيب ليهم، كيبغيو الخبز ديال الدار. قالت لي كنت كنخدم في النوار، ومن بعد قالت لي خفت، قالت لي وديكلاريت، قالت لي وليت دايره بحال بتي ريستو في داري، ولكن ديليفيري. كان كيجي درت واحد، قالت لي واحد السيد عنده ديك اش يقولوا ليها واحد الطويمه بيله دايره بحال بارتنر، قالت لي كيدير لي السلعه الناس كيفرقها وخدامه وكتمشي الصرف ديالها. قالت لي معاونه، قالت لي معاونه دارنا دايره مشروع، قالت لي الخويا انا وياه دايرين مشروع في الدوله ديالنا، كيدخلوا لي فلوسي تما. قالت لي خويا كيشد واحد النصيب انا واحد النصيب. قالت لي خصك تعتمدي صاحبتي على راسك. قالت لي شكون؟ قالت لي نقول لك انت راجلك ماشي خايب، ولكن قالت لي الظروف راه صعاب، قالت لي الوقت تبدلات والمراه راه ما بقاتش بلاصتها هي غير الكوزينه. ايوا صافي بدات كتزعمني. بديت حتى انا كندخل الانترنيت، كنتعلم الحلوه، كنتعلم الطياب، كنتعلم الطبخ. وليت كنعرف شي حوايج اللي ما كنتش كنعرفهم. كنسول هاد اختي اللي قلت لكم كاينه في اسبانيا، كتوريني شنو غندير، كتوريني شنو غنتعلم وكيفاش غندير، وكتشري هي اختي كتشري لي فورماسيون ديال الطبخ، كتشريهم من الانترنت، كتعلم منهم وكتصيفطهم ليا. بديت كنتعلم حتى النهار اللي جات هاد السيده هادي قالت لي نبدا نعلمك تسوقي. كنقول لها لا غنديروا شي فضيحه. هاد الولد الصغير ديالي بدا حتى هو دخلوا ليا لاكريش، دخلوا ليا كيمشي للمدرسه مع خوتو، وليت كنبقى بوحدي في الدار. يلا الدار ديما مجموعه، الماكله طيبه كاينه محطوطه في الثلاجه، ما كندير والو. ديك القرايه ديال اللغه ما وقفتش فيها، وصلت فيها المرحله الثالثه حتى وليت صافي كنتقن اللغه. كيهضر نسمعو كيهضر في التليفون مع صحابو باللغه، كيصحابو واش ما كنفهمش اش تنقول. شحال من مره كيقول لهم، كنسمعو كيقول لهم انا المراه اللي ما نتحكمش فيها ماشي مراه، والعيالات ما فيهمش ثقه. كنسمعو هكا كيقولها لهم باللغه، كيقول لهم العيالات ما فيهم ثقه، المراه تدصرا كطلع لك فوق راسك. شوف شحال من واحد دخلته المراه للحبس، فيه ديك العقده. وانا ما عمرني رديت البال، وقلت يقولها باللغه ديال هنا اللي ما عارفاش انا. تيصحابو وليت كنفهم اللغه وما كنبينش ليه. صافي حتى نهار كما قلت لكم جات هاد السيده صاحبتي، صراحه خرجتني من الظلمات. قالت لي تعلمي البيرمي. قلت لها لا نخاف. قالت لي ما تخافي والو. قالت لي شوفي انا عندي الطوموبيل، وقت ما خرج راجلك نجي عندك ندور غير هنا تعلمي، باش نهار قالت لي غتمشي دوزيه دغيا غتشديه. قلت لها اوكي. غير كيجي ترونسبور كيدي ولادي، كنلوح عليا المونطو ديالي، كنخرج انا وياها، كتديني لواحد التير كاين هنا التواسع، كتعلمني حتى وليت كنعرف نسوق. واحد النهار بغيت ندير فيها ديك المراه زعما اللحلاحه اللي كنقولوا دير ليه حديت المخده وداك الشيء، ولبست ليه وقديت ونعست الدراري، وهو داك الشيء تيعجبو الصراحه. راجلي كما كنقولوا بيت النعاس الذهبي، عنده مع عزيز عليه النشاط. والمهم بين قوسين راكم فاهمين، قديت راسي، قديت شعري. انا الصراحه كنتهلا في راسي، وحتى هو كيتهلا فيا باش ما نكذب. ما كاين غير لي شوميز ديال نوي، ما كاين غير اللبس ديال المهم
لبست قديت، بدينا كنهضروا كنتجمعوا توصلنا فيها واحد النقطه وانا نقول ليه عيد ميلاد ديالي وصال وما كرهتش كدير ليا واحد الحاجه. قال لي شنو هي؟ الله امري. حيت ملي كنبغي شي حاجه كيشريها ليا. كان مثلا كنشوف شي لبسه في الانترنت في الاونلاين هكا كيشريها ليا، شي خاتم شي دبليج داكشي خفيف، ماشي نقول لكم كيشريها ليا الذهبات، ولكن شي سنيسله مثلا واصله ديك 40,000 60,000 يشريها ليا مره في العام، كيقول لك عيد ميلاد ديالك. قلت لي بيدير ليا واحد الحاجه، قال لك لي دوز ديال البيرم. قال لي شنو؟ مزيان. هو يدفعني، ملي دفعني تقرصت تقلقت ومشيت للمراح وتنبكي وكنهق هيق وجا عندي وقال لي حيت هو مازال ما قضى غرضو ضروري غيحذرني. جا كيحذر وانت اللي قلتي ويا قلنا لك النهار الاول. قلت ليه لا، واش فيها ولا غير تعلمت ولا هذا ما تعرف الوقت اش تجيب. قال اش تجيب الوقت اش تجيب الا كاع ما سميتو نرجعك للمغرب وتجلسي في داركم راه تما كاين كلشي قريب. قلت ليه لا. قلت ليه شوف وانا نوض، قلت ليه شوف ندير معك واحد الاتفاق، نمشي ندوزو. عرفت تبارك الله ما عرفتش صافي راك عرفتي غير نجرب نديرو تجربه. وانا نقول ليه واحد الحاجه. قلت ليه شوف الا جاب الله ما عرفت والو ما نجحتش فيه ما عمرني مازال نذكرو لك. عافاك ما تعافاك عرفتو رجليه قربت نبوسهم ليه. حتى هو فكر وقال هادي ما كتعرف لا لغه ما كتعرف تسوق ما كتعرف حتى حاجه، خليها تمشي تجرب اش خسرنا. حيت عندهم هنايا في الدوله كتمشي دوز المرحله الاولى نجحتي فيه تبارك الله جبتيه هو هذاك راه ما كتخلص فيه حتى ريال، ما كتخلص فيه حتى ريال، هما كيدوزوه لك على حسابهم. المره الثانيه الا خسرتي كتدوزو بالفلوس. وانا قلتها ليه قلت ليه شوف راه ما غتخسر ليا حتى ريال. كيقولوا ياك انت قلتي لي هو ما عرفش فين سوقت هذا الخبر حيت انا غلط وقلت ليه ياك انت قلتي غير قلت لي ياك هنا ما قال لي فين عرفتي. قلت لي انت قلتي لي واحد النهار انا لحتها ليه بحال الكره في المرمى ديالو قبل ما يعيق بيا فين جبت الخبر. قلت لي انت اللي قلتيها لي حيت قال لي فين عرفتي بانه هنايا ما كنخلصوش حتى ريال في البيرمي الا غدوزو المره الاولى. قلت لي انت قلتيها لي واحد النهار ما عرفتش واش قالها لي ولا ما قالهاش لي، المهم ما شكش صافي. قال لي واخا صافي دوزنا ديك الليله درت ليه داكشي اللي بغا نشطو. المهم دازت يومين قال لي لا وجدي حوايجك يلاه لبسي حوايجك كتمشي نقيدك تمشي نبقى نديك. قلت ليه واخا. النهار الاول بديت اول حاجه بعدا قالوا ليه ما خصكش تدخل معها، خصها هي تعتمد على راسها. هنا زمطوه كان صحاب واش غيبدا يدخل معايا. انا دخلت كنهضر باللغه وكل شيء. قالوا لي راه كتعرفي. قلت لهم صافي كنهضر باللغه ديالهم بديت كنتعلم. ولاو هما كيصيفطوا لي ترونسبور يديني. هو ما عجبوش الحال ولكن ما قدرش يهضر، هذاك هو القانون عندهم. خص ترونسبور يجي يديني في ديك المرحله الاولى فاش كيدوزو البيرمي. هما اللي خص يصيفطوا لي الترونسبور. كيصيفطوا لي كنكونوا 4 الاشخاص فيهم رجال عيالات بنات، المهم 4 الاشخاص في ديك الطوموبيل. كيدينا هذاك اللي كيعلمنا. هو ما عجبوش الحال ولكن ما عنده ما يدير، ما خصوش يهضر. الا هضر يقولوا لي اش هذا الشيء واش انت كتقمع المراه. وهنا في هذه الدوله فاش كاينه انا المراه عندها الحقوق 90% على الراجل. ايوا صافي هو عاد عرفت هو داك الشيء علاش مناش خاف. وواحد الحاجه لقيت بان الفلوس ديال ولادي اللي كنتخلصوا على ولادي كلشي كيجيو بسميتي وكيهزهم هو. بان الدار اللي كاريها بالنص ديالي بسميتي، طوموبيل مكتوبه بالنص بسميتي وانا ما سايقاش خبر حتى وليت كنقرا اللغه. عاد عرفت السيد داكشي علاش مناش خايف مني. ايوا صافي وليت دوزت البيرمي. الصراحه نجحت فيه. تصدم قال لي غير غشو غير سميتو غير حيت العيالات هنا كيعطيوهم الحق داكشي علاش دوزوا لك انت محال واش كتعرفي تصيد. قلت لي علمني اعطيني طوموبيلتك نجرب. قال لي لا وانا طوموبيلتي ما نعطيهاش لك وانا طوموبيلتي ما نديرش لك. وفعلا ما كيعطينيش طوموبيل. انا فرحت ملي دوزت البيرمي وفعلا كنسوق. ملي ما كيكونش كتجي ديك صاحبتي كنخرج انا وياها نمشي للمول نمشي ونرجع. وليت كنكذب عليه هو اللي خرجني لهذا الشيء. بقيت هكاك حتى النهار داك صاحبو تيتوفى واحد خوه وخلى ولادو وخلى ليه وصيه بانه يقابل ليه ولادو. خلى ليه الورث ديالو كله كتبوا ليه بسميتو في الدوله ديالهم في تونس. صافي السيد جمع قلوعو من ديك الدوله قال ليه ما نقدرش نجلس هنا. ملي خويا خلى ليا غنمشي نقابل ليه المشاريع ديالو. كتب ليه هذا خوه هذا كان لاباس عليه وكتب ليه شي شركه وداكشي. قال لي صافي داكشي اللي غنديرو هنايا نمشي نديرو نيت في تونس ونقابل ولاد خويا. صافي رحلو هو وديك السيده وخلاتني بحال الا راسي مقطوع. ما بقاتش عندي الصحبات ما بقاش عندي مع من نخرج ولكن بعدا الله يجازيها بخير دات فيا خير انها علمتني نطيب علمتني سميتو خلات ليا مسكينه
خلات ليا السوارت ديال المحل ديالها كان فيه كونطرا ديال اكثر من 3 سنين وخلصاها. قالت لي الا ما تعرفي تحتاجيه، قلت لها اش غندير بيه؟ قالت لي المهم ها كاينتي السوارت راه. قالت لي المحل راه مخلص من كل شيء، حيت اشنو هو المحل بحال الا قلتو دارت ديكلارات عندها بحال الا قلتو كراج في دارها، جاو هما جهزوه ليها وخلص راجلها واحد البورسونتاج وجهزوه ليه على انه بحال سناك صغير، ولكن ما كتكلش فيه الماكله، خصيت طيب فيه وكتخرج. خلاتو ليا وحيت جاو على هذا الشيء اللي وقع لهم هاد التونسيه هادي مسكين، جاو على غفله. ايوا هنايا اللي هنا غتبدل حياتي، يلاه مشات ديك التونسيه هي وراجلها، نقول لكم شي 4 شهور راجلي كتوقع ليه حادث عمل في الخدمه. ايوا قلت لكم راجلي كيوقع ليه حادث عمل، كطيح عليه واحد الاله كتقطع ليه صباع رجليه، كتضربهم ليه كاملين، وتهرس ليه داك الشوفي ديال الرجل، ودارت ليه نقول لكم واحد العاهه اللي ما قدرش يتمشى، رجليه كله كضرو وما خصوش يحرك رجليه، حيت تتعرفوا كان جاو هزوه دوك الصباع اللي تقطعوا ليه ركبوهم ليه، ولكن قالوا ليه رجلك تقريبا ما خصكش تحركها الا بغيتي تبرا، خصو ينعس، ماشي حتى يجلس في كرسي متحرك، ما خصوش رجليه تتحرك. جابوه ركبوا ليه في الدار، ناموسيه ديال دوز بعدا في السبيطار، بعدا نقول لكم دوز في السبيطار واحد 3 شهور، ومن بعد جاو ركبوا ليه في الدار سرير صحي، سرير ديال لوبيطال ركبوه ليه باش ما يتحركش. وملي ركبوا ليه داكشي وجا للدار السيد، ولاش غنقول لكم ولا واحد اخر غير تيبكي، وكي غنديروا للدراري وكاين غنديروا الفلوس كاينين، الخدمه خلصاتو، ولكن الدراري شكون يهزهم، شكون يحطهم، شكون يديهم. هو كيكون عنده رونديفو ديال الطبيب، خاص لي يتصل بيهم، خاص لي يهضر معاهم. بعض المرات راه اش غنقول لكم كتجيه واحد الازمه ما كيقدرش حتى يهضر، دخل في اكتئاب. المهم السيد بحال قلتو تلفات به الدنيا وما يصلحش ليه يمشي للمغرب. المغرب اصلا يمشي ليه اول حاجه غيديروا ديك الرجل غتقطع عليه بعدا، وما بغاش يمشي للمغرب، خاف الا مشى للمغرب عرف غتزاد عليه الحال. هنايا بعدا داوها فيه، والشركه بعدا عطاتو حقوقه، عطاتو كاع المسائل ديالو اللي خاصينو. لومبيلونس كتجي حتى كتديه من الدار نهار كيكون عنده يحيدوا ليه، حيت رجليه كدار ليها شحال من عمليه باش يتركبوا دوك الصبعان وترجع ليه الشوفيه ديالو لبلاصتها. اش وليت درت؟ اول حاجه خليته النهار جابوه وبكى وهذا، قلت ليه شوف ربي ما كيسد باب حتى كيحل بيبان، انا غنبقى ندي الدراري، حيت الدراري وصلوا لي واحد لاج ترونسبور ما بقاش يجلسوا فيه، ولا دي قباح، حيت من داك القمع اللي كيقمعهم باباهم في الدار ما تيتحركوش ما كيهضروا، هذا كيمشيو ليا للمدرسه كيدابزوا، اغلبيه كيدابزوا ليا في الترونسبور. ناضوا خرجوهم ليا من الترونسبور، قالوا لي لا هادو خصك تديهم انت تديهم نتوما وتجيبوهم. ويلا بدا راجلي كيديهم ويجيبهم بما وقع عليه هذا الشيء. وانا نقول ليه شوف عطيني الصفر ديال الطوموبيل، قال لي لا وغديري شي مشكل وما تعرفيش، وندمت نهار كتقولي السوق يكون غير خرجتك وتتعلمي. قلت ليه شكون قال لك دابا انا ما نعرفش، راه عطيني. وفيه لا عطاني الصفر ديال الطوموبيل، ديت ولادي النهار الاول بالخوف، الثاني بالخوف، الثالث بالخوف، زعمت وليت كندي ولادي للمدرسه كنجيبهم تنجي. دوك الفلوس اللي عطاوه ديال سميتو كيمشيو ليه اغلبيه غير في لومبيلونسات ملي كيجيو يديوك بزباله ديال الفلوس باش كتجي لومبيلونس تديه من الدار وتجيبو عاوتاني. الفلوس يلا كيتكافاو مع الكرا ديال الدار، مع المدرسه ديال الدراري، مع حيت هنايا واخا كنقولوا ما كنخلصوش، ولكن بزاف ديال الضرائب كنخلصوا بزاف ديال الضرائب. حتى مع المده وليت كنعرف داك الشيء، وليت كنهز ولادي كنديهم. هو كيخصو شي حوايج حيت ضروري يديرهم. الخدمه قالوا لي ما يمكنش مازال ترجع للخدمه، عطاوه بحال اللي قلتو تقاعد مبكر. قالوا ليه شوف شي حاجه ديرها، ما يمكنش تخدم هذه الخدمه مازال انت عندك هذا الرجل. صافي عرف راسو مستقبله ومشى، عرف الفلوس منين غيجيبهم. وانا نخرج لذاك المحل اللي عطاتني السيده بلا خبار، وكنخليه في البيت ما جاب، تنمشي تنهز داكشي اللي غنطيب. وليت هي كانت كدير اكل تونسي واكل عالمي، انا لا، انا تخصصت في الاكل المغربي. وليت كندير بدلت البلاكا وفيرسيتها عندهم بانني بدلت السميه تما اللي كانت هي دايره فيه السميه ديالها، درت فيه هي كانت دايره اكل عالمي، انا درت اكل مغربي.
وليت كنطيب البساطه ونطيب الخبز ديال الدار، الخبز العادي ديالنا، نطيب البطبوط المسمى، الحلاوي البلديين ديالنا. وليت كندير داكشي، وكان يجي داك السيد نيت اللي كان درت معاه كيجي كيدي الناس الماكله. ولات مطلوبه عندي، حتى ولات مطلوبه عند الناس ديال هنا، عجبتهم الماكله ديالنا. صافي السيد غير شافني هكاك بدا تيبرا بشويه بشويه، حتى ولا كينوض على رجليه، تيهز العكاز، ولا تيشوفني نيشان ما كيقدرش مازال يهضر. لقاني وليت كابابل معاه، وليت انا اللي هزه هو وولادو، وكنصيفط لدارهم وكنصيفط لدارنا، ومخلصها الكرا والفلوس اللي كانوا خلاو ليه ديال الشركه. راه قلت لكم تيمشيو بشويه بشويه كينقصوا. وليت كنشيط منهم، ولينا واكلين شاربين. في هذه الدوله كنهزو بالطوموبيل، ملي كيشوفني كنسوق كيقول لي وادوعه كتسوقي انت هادي. كنقول ليه مالك كي جيتك حقرتيني؟ كنتي حاقرني؟ كيقول لي لا والله ماشي هكاك. عاد ولا كيبوس لي راسي ويقول لي والله ماشي حقرتك انا، راه هاد. ولا السيد كيعاود لي على باه وعلى مو. قال لي مو الله يرحمها، قال لي راه امي كانت سمحات في با، كان با كيدير ليها كلمه القليل ومخرجها ومتصرها في الاخر. خرجت مشات ليه مع واحد اخر وقالت ليه انت ما تستاهلنيش. عاد وليت عرفت الحقيقه ديالهم. عاد عرفت واش باه الله يرحمه كانت حيت باه ما عنده لا باه لا مو. باه سمحات فيهم امهم، سمحات فيهم فاش كانوا صغار، غير عمتهم اللي كبراتهم. انا القصه ديالو ما عرفتهاش هي دلي. عاد قال لي انا راه داكشي علاش ما كنطيقش في العيالات وكذا، من هنا العيالات ما فيهم شقه، ومن هنا ومن عاد عرفت. عاد المهم لقيت راسي بعدا شخصيتي رديتها، ولقيت داك الاعتماد اللي اعتمدت على ديك السيده وراتني ما مشاش هباء هكاك. وليت درت الكارير ديالي، حتى انا درت شخصيتي. صافي وليت انا وراجلي بدلت لي ديك النظريه. ولكن كون ما درتش هكا يا خوتي كنت غيهزنا الخلا، غيهزنا الماء. كانت ديك الدوله صافي غنجلسوا فيها حتى كيقول لنا جمعوا قلوعكم سيروا في حالكم، راه ما خدام هنا ما ردام. ولا هو اللي ولا خدام معايا، ولا شد ديك الدار ديال صاحبو ودرنا فيها ريستو، دفعنا الوراق ديالنا واخا تقرفصنا فيهم، درنا فيها ريستو وبدينا كنديروا الاكل المغربي. هو تكلف ليا بلا كيس وتكلف ليا بالاوراق وداك الشيء، وخرج ليه ما رجعتش ليه كما كانت 100%. ولكن كوميم كيحركها وهذا غير كيخاف على ديك الرجل بزاف، ولا كيتيق فيا. ولينا الا درنا شي حاجه كنديروها النص بالنص. ولا الراجل تبدل معايا. هو راه كما كنقول لكم كنرجع الاول، راه ما خايبش معايا ولكن هو خايف مني. ولكن ملي شافني وقفت معاه، طلعت معاه بنت الناس، عاد تبدل معايا، عاد بدل النظره ديالو في العيالات. غير هنايا جيت البنات نعاود لكم، الا لقيتوما تعلموه ملي كتكونوا في ديور باكم. راه ما تسنيش تمشي عند الراجل، حيت شوفي راه باك عفوا راجلك عمرو ما كيكون هو خوك ولا باك. ما راه ما عمر شي وحده تزوجات بخوها ولا باها. الراجل تيكون كبر في واحد المحيط بدل عليك انت كبر في واحد المحيط اخر. داكشي علاش البنات كنقول لكم اللي عندها شي قرايه تشد فيها، اللي عندها شي صنعه تعلمها، اللي عندها شي ديبلوم ديرو حتى غير في جنبك. ما تعرفي الوقت اش تجيب لك، حيت الوقت خايبه والوقت صعيبه. والوقت هذا الوقت راه في عهد الصحابيات راه كانوا كيخدموا في الديور ديالهم، كيديروا شحال من حاجه باش يتصدقوا به. واخا حنا غنقولوا ديك الدبلوم ولا ديك القرايه خليها تكون لك ها صدقه في جنبك النهار توصلي عليها مع وليداتكم مع راجلك. هذه هي قصتي، وهذه هي النصيحه اللي بغيت نعطي للبنات، وبغيت غير نتقاسم معكم تجربتي في الحياه. وعلى خير ما كاين كنقول لكم هنا انتهت القصه. مسخت بكم، بسلام عليكم، الى قصه جديده ان شاء الله.